إخواني الكسابة، ها علاش عندك بقرات ملقحين في نفس النهار وكيتفاوتوا لك. كاينين بزاف ديال الأسباب، وها الأسباب اللي كيخليو البقرات يتفاوتوا ما بين 270 يوم حتى ل290 يوم، يعني فرق 20 يوم. ها السبب اللي كيخلي البقرات يتفاوتوا ديولك. يلا طلع لك الفيديو، بارطاجي مع الأصدقاء وما تنساش متابعة. السلام عليكم ورحمة الله. بزاف ديال الكسابة عندهم آراء مختلفة بخصوص واحد الموضوع اللي هو آه، الضرابة ديال البقر، وعلاش البقر كيتفاوت في الولادة. يعني بزاف ديال البقر كاين الكساب اللي كيقول لك انا عندي جوج بقرات لقحتهم في نفس اليوم او فاوتين بنهار، ولكن تفاوتوا ليا 15 يوم حتى 20 يوم في الولاده. ما عرفتش اشنو السبب. هو في الحقيقه كاين بزاف ديال العوامل. العامل الاول، هذا ماشي عامل اساسي وانما عنده دور حتى هو. مثلا ملي كتلقح البقره، هذوك الحيوانات المنويه ما كيتلاقيوش مع المبيض ديال البقره في نفس الوقت. كاين البقره اللي كيتلاقاو في نفس الوقت، يعني من الضربه الاولى كتشد. يعني وهذا الشيء اشنو حتى في الموضوع ديال الوقافه ديال البقره. ماشي عاد توقف تنوض تلقحها في البلاصه. خلي البقره مثلا وقفت الصباح، لقحها في نص نهار الاخر، وقفت مع العشيه، خليها حتى للصباح باش البقره توقف مزيان. وحتى في الشدان الضرب تشد مزيان. آه كيف قلنا، ديما خلي البقره واحد شويه، خلي ليها الوقت فين توقف، فين حتى الرحام ديالها يكون مستعد للقيح. وهاد الحاله كتفاوت ما بين 24 ساعه حتى 48 ساعه. هذا هو الحد الادنى ديالها في هاد الحاله. يعني كيبقى داك الحيوانات المنويه كتبقى ما كتلاقاش مع المبيض في البلاصه. يعني كتفاوت ما بين مثلا ساعتين، 3 سوايع، 4، 10 حتى 48 ساعه. الا فاتت 48 ساعه فيها البقره مثلا كتقول البقره ما شدتش، لقحتها وما شدتش ليا. هذا هو العامل ديال كاين عامل اخر وهو الجنين. يعني الصنف الجنين، واش انت ولا ذكر، واش عجل ولا عجله. كان عجل البقره كتجر شويه، كانت عجله لربما البقره كتزرب. هذه راه بزاف ديال الكسابه يكونوا عارفينها. وكاين عامل اخر وهو الحاله الصحيه ديال البقره. يعني البقره الا تنعثرت مثلا، ضرها دراعها، جا شي التهاب ولا شنو، او سخانه او بصفاير او كذا، يعني الحاله الصحيه ديالها كتنعثر حتى من الجنين. كتنعثر في الرحم ديالها. الجنين تا هو كيتنعثر كيجر شويه. وحتى في الحاله الصحيه ديال البقره، يعني مثلا التغذيه، البقره الا كنتي مهلي فيها وحالتها صحيحه، يعني راه تقدر نورمالمون البقره راه 9 شهور. وهذاك الشيء اللي كتزيدو الفوق، يعني شوف البقره الحاله الصحيه كيفاش دازت. فهمت؟ هاد القضيه انا غير بزاف ديال التحليلات درنا. مثلا البقره انا كانت تولد عندي اكثريه الولاده ديالها عجول، ولكن ما كتفوتش 9 شهور قد. كان بعد النوبات كتزرب بنهار 9 شهور النهار. غير هنا كنحسبوا بالشهور، ما كنحسبوش بالايام. مثلا كيدوز شي نهار، شي شهر مثلا كدوز فيه مثلا غير 29 يوم. فهمتوا؟ هذاك الشيء علاش. وديما، ولكن ما كنتش كنزرب عليها في القيح. ديما الا وقفت ليا الصباح كنخليها للعشيه، وقفت ليا مع العشيه مثلا من وراء العصر كنخليها للصباح. حتى هي البقره راه 24 ساعه وهي واقفه. هذاك الشيء علاش ملي كتلقاها كيكون المبيض ديالها مستعد حتى هي للتلقيح، كتلقاها كيجيب الله التيسير. وهذا الشيء علاش كاين بزاف ديال الناس كيخربقوا بزاف ديال الامور، ولكن هادو هما المواضيع الاساسيه. يعني الجنين ذكر ولا انثى كيكون اختلاف شويه. يعني الذكر كيجر شويه، كيتعطل، يعني النتوه كتزرب شويه. وهذا كما قلنا التلقيح راه غير ما بين 24 ساعه 48 ساعه. الشيء اللي كيتفاوت البقره. مع كاين اللي قال لي حقا
ديك الحيوانات المنويه ما كتلاقاش مع المبيض، وكتبقى يبقى مثلا 20 يوم ولا شنو، لا غير ما بين 24 ساعه و 48 ساعه. وهذا الشيء اللي كاين. المهم، الا عجبكم الفيديو خليو شي تعليق زوين وما تنساوش المتابعه.